النهارده هعمل معاكم كفتة الفراخ بطعم خطير. شايفين جميلة ازاي وبطريقة سهلة جدا ومكوناتها بسيطة، غير انها بتدينا كمية كتيرة جدا. وهقول لكم نضيف لها ايه يخليها ما تكشش مننا وهي بتتشوي على النار. وهقول لكم كمان الناس اللي ما عندهاش جريل ممكن تسويها ازاي. انا اشتغلت النهارده على كيلو من صدور الفراخ المخلية، واللي حابب يقلل الكمية ويجرب الاول طبعا حسب رغبتكم. معايا هنا بصلتين كبار قطعتهم وضفت عليهم 2 فلفل رومي وجزرايه وفرمتهم في الكبة ناعم، وبعد كده صفيتهم في المصفى. بعد كده هكون محضرة عندي كيلو من صدور الفراخ المخلية بقطعها قطع صغيرة عشان طبعا تلف بسهولة في الكبة. هضيف لها ربع كيلو من اللي هي الدنيا المبشورة. بالنسبة للبهارات معايا ملح وفلفل، كزبرة وكاري، 7 بهارات وسماق وهيل مطحون. هضيف كل المكونات دي مع بعض وافرمهم ناعم. بعد كده هضيف قشر ليمونتين، وهضيف كمان معلقتين كبار من عسل النحل. هضيف كمان معلقة صغيرة من المستردة ومعلقة من الثوم المفروم الناعم، وهخلط المكونات مع بعض لحد ما يتفرموا ناعم بالشكل ده. هخلص الكمية كلها طبعا، وبعد كده هضيف البصل اللي انا صفيته معاكم بالمصفى. بعد كده هضيف معلقتين كبار من الدقيق، وهضيف عليهم كمان حزمتين من البقدونس. بعد كده هنقلب المكونات كلها مع بعض ونتأكد ان هم اتخلطوا مع بعض كويس. هنرجع بقى لمية البصل اللي احنا صفيناها، هضيف لها ملح وفلفل واضيف عليها كمان معلقة من الصلصة. هنقلبهم كويس، ومية البصل دي هي اللي هنشمع بيها الكفتة. هشيش الكفتة على عصيان الشيش طاووق، بس لازم ننقعهم في المية قبلها بشوية علشان ما تتحرقش مننا على النار. هنبدأ نشيش الكفتة على حسب الحجم اللي احنا حابينه، وهنضيف لها العصيان بتاعة الشيش طاووق. اللي عنده أسياخ معدن ممكن يستخدمها. بنخلص الكمية كلها وبعد كده بنشمعها بمية البصل وندخلها التلاجة لمدة ساعة قبل الشوي. نسيت اقول لكم ان انا ضفت معلقة من البيكنج باودر مع الدقيق، ودي بتخلي الكفتة ما تكشش وفي نفس الوقت مش مكتومة. نبدأ بقى نستخدم الجريل بتاعتنا، نضيف عليها شوية زيت، ولما تسخن قوي نبدأ نضيف الأعواد بتاعة الكفتة. وممكن من وقت للتاني نشربها كده فرشتين من مية البصل تاني وهي على الجريل بتبقى روعة. زي ما انتوا شايفين كده شكلها تحفة وحجمها زي ما هو مكشش، غير ان طعمها وريحتها جنان. ممكن تتقدم مع مكرونه بس بالعيش البلدي الجميل بتاعنا ده بتبقى روعه. بحب احط العيش قوي فوق الجريل كده، بياخد ريحه الدخان بتاعه الفراخ، وبما ان احنا حاطين فيها ليا ضاني فمش قادره اقول لكم الريحه جميله قد ايه. شايفين حلوه ازاي؟ بجد جربوها هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد جدا. وممكن نقدم معاها بطاطس محمره كمان هتبقى حلوه قوي. ممكن نجهز كمية ونحتفظ بيها في الفريزر، بس نراعي ان احنا نحط بين الطبقات اكياس بلاستيك عشان ما تلزقش في بعض. وبعد كده بنخرجها وهي متجمدة نشويها. طب اللي ما عندوش جريل هيستخدم صينية عادي يرص فيها الاسياخ بتاعة الكفتة ويشغل عليها الشواية ويقلبها من وقت للتاني عشان تاخد لون من كل الجوانب. هي بجميع الاحوال ما بتاخدش وقت في التسوية، حوالي تلت ساعة وبتكون استوت. شايفين جميلة قد ايه؟ بجد يا ريت تجربوها لاني واثقه انها هتعجبكم. ممكن نقدمها مع سلطه خضراء، مع توميه، مع طحينه. بصراحه بيمشي معاها كل انواع السلطات. بحب اعمل العيش قوارب بقى بالشكل ده بيبقى خطير. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير. واللي اول مره يشوفني انا شيري امام، ويا ريت تشتركوا معايا في القناه. دمتم بصحه وهنا.